سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي راكم كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم هو مختلف شويه على العاده. درت لكم روتيني تاع تجهيزات رمضان ان شاء الله، والوصفه الاكثر طلبا على الانستغرام والفيسبوك هي وصفه خبز البرجر الناجح ومضمون. سورتو كي نخدموا في الطلبيات دايما يسقسوني على الوصفه، فقررت اليوم بما اني ندير في تجهيزات رمضان ان شاء الله ديما نديرهم يعني قبل 3 ايام من رمضان. قلت نشارك معاكم الوصفه. كما راكم تشوفوا هنا درت لي فندو طارت المالح والحلو، درت الخبز البرجر لاباط فيتين كما راكم تشوفوا، وهذه علب التفريز هذه ملحه ياسر تخبوا فيها. وكذلك درت الميني بيتزا بعجينه السحريه بهذه الطريقه. وخليكم معي نشوفوا المقادير وطريقه تحضير لخبز البرجر. في شفناه عندي 500 جرام فرينة، عندي كاس حليب حوالي 250 مليلتر، 5 مغارف تاع ما يكونوا دافيين، 100 جرام مارغرين، بيضة، 2 مغارف كبار سكر، غرفة كبيرة من خميرة الخبز، غرفة صغيرة خميرة حلويات، و2 مغارف صغار من الملح. لهنا راح نحطو خميرة الخبز تاعنا في الكيس اللي فيه الماء الدافي ونخليها تتفاعل معاه شوية، صافي نخلطها معاه حتى تتحل في هذاك الماء. هنا الفرينة كنت صيرتها يعني منحطوهاش هكاك. راح نضيف عليها السكر والملح وخميرة الحلويات. كامل المقادير دايما كالمعتاد راح تلقوهم كامل بالجرام والكيس في صندوق الوصف. في ريسبي اخرى راح نضيف البيضة ونحلها حتى هي في الحليب بهذه الطريقة. راح نصب ونخلي ربع الكأس فقط. كما راكم تشوفوا خلطها مع الماء حتى هو تحلت بهذا الشكل وتجانست معاه. درك راح نخلط المواد الجافة اللي حطيتها مع الفرينة بهذا الشكل. وحاولوا ديما البنات انكم تصيروا المواد الجافة تاعكم انها راح تمدلكم فرق كبير، يعني راح تمدلكم خفة في هذيك العجينة اللي راح تديروا لها، راح تديروها فيها عفوا. هنا راح نضيف الحليب يكون دافي حتى هو، وتضيفوا معاه الخميرة تاع الخبز اللي حليناها مع الماء بهذا الشكل، وراح نلموهم بالمارغرين بهذا الشكل. لازم تكونوا شوية طرية باش تساعدكم في الخدمة من بعد. هنا حطيت جميع المكونات، دركا راح ندمجهم مع بعض ونعجنهم. هنا ما راحش نضيف الحليب اللي بقالي نخليه حتى نشوف العجن تاعها تخصني والا ما تخصنيش. يعني هنا مش راح نضيف الحليب حتى نكمل نعجن العجينه كامل وتدخل في بعضها هذيك المكونات اللي حطيتها الكل. هنا راح نبدا نضيف الحليب بشوي بشويه ونبدا نعجن حتى نحصل على عجينه طريه ومتماسكه وماهيش متلاصقه. ندلكها شويه باش تولي لي ليس بهذا الشكل. تحصل العجينه طريه ماسكه ومشي متلاصقه. راح نحطها في الريسبيو تاعها ونخليها ترتاح لمده او لوين تختمر لاباط تاعنا. انا هنا كانت الكوزينه عندي بارده طولت لي في الخمور مي خمرت. كيما راكم تشوفوا ضاف الحجم تاعها بالبيا. جبت الميزان عندي لا ضروري نحتاج صفار بيض وشويه حليب. هنا لاباط تاعنا بعد ما خمرت ما نهبطولهاش الخمور، نحلوها ديريكت على شكل بودع. هنا انا حبيت ما حبيتش الحبات البرجر تاعنا نديروهم ميني، وما حبيتش نديرهم بيج، حبيت نديرهم في الوسط مويا. درت الوزن تاعهم 75 غرام. كي باش ديروهم ميني ديريهم حوالي 45 غرام، وديريهم بيج ب100 غرام. هنا جيت في الوسط وقعدت، يعني حبيتهم لاهم كبار لاهم صغار يجوا الحجم تاعهم يولمني في رمضان. شوفوا طريقة تشكيل لي بول تاع العجينة البنات. نهز العجينة من برا وندخلها لداخل بهذا الشكل باش تحصل على السطح املس ويجينا البرجر تاعنا شكله شباب من برا بعد كي يخمر ويطيب. نكورها بهذا الشكل ونحطها في بلا
كنت حطيت عليه ورق الزبدة. نكمل العجينة تاعي كاملة، نوزنهم وزن 75 جرام ونشكلوهم مع بعض. واللي تحب البنات ما تشكل ما عندهاش الميزان تقدر تشكل 12 كرية، جاها وزن محسوب حوالي 75 جرام. وال باش ديرها 100 جرام تتحصلي على 9 كريات. هنا راني نشوفوا كيفاش نخدم فيهم البنات ونحط فيهم في البلاع. كنت حطيت عليه ورق الزبدة بهذا الشكل. خدمتهم ياسر سهلة وحتى وصفتهم ياسر سهلة وناجحة ومضمونة. هنا بعد ما كورتهم كامل راح نغطيهم نخليهم 5 دقائق فقط يرتاحوا. نحضر لادورو تاعي. هنا عندي صفار بيض درت معاه شوية حليب، حركته مليح وخليته بجيه. رجعت للخبز تاعنا كما راكم تشوفوا راني نهبط فيه غير بصباعي بهذا الشكل، غير شوية فقط. وهذيك الكعبورة الصغيرة هي اللي بقى لي من لاباط. خلوهم عاد يختمروا بهذا الشكل حوالي ربع ساعة 20 دقيقة على حسب الجو عندكم. وين يندفخوا بهذا الشكل راح ندير لهم لادورير وحاسبوا غير بشوية فقط باش ما تهبطوا لهمش او تبيكوهم بالبانسو يهبط الخمور تاعهم. وهنا كنت شعلت الفرن على نار قليلة من الفوق ومن التحت خليته يسخن. وهنا راح ندير لادورير والجلجلان في الوجه ونحطهم يطيبوا من الفوق والتحت حتى يكتسبوا اللون الذهبي الغامق. من التحت راهم بالخف يطيبوا وعسوهم غير من التحت، ومن فوق خليهم يطيبوا براحتهم يهزولكم شوية وقت. انا طيبتهم على نار اقل شوي من المتوسطه، من تحت بالخف طابوا بصح من فوق طولوا له شوي بهذا الشكل. البنات بعد ما طابوا شوفوا شكلهم يشهي ولونهم روعه. نغطيهم بطرشه ونخليهم قدر 5 دقائق. راح ترجعوا تلقوهم طريين بهذا الشكل. انا خليته بردوا تماما كما راكم تشوفوا. حليته بالموس كيفاش شكله يجي ريحته وخفته تجي تهبل تهبل. يعني جربوا ما راحش تندموا خلاص. يعني ونناسبكم في رمضان بالبيع. يعني الناس اللي طلبت مني الوصفة حطيتها لكم بكل أمانة نخدم بها في الطلبيات. جبت هذم البواط تاع التفريز كما راكم تشوفوا. راني ستفت فيهم حبات البرجر تاعي كما راكم شفتوا اللون تاعهم من تحت. كل بواط هزت لي 10 حبات برجر. اللي حليتها هذيك اللي قسمتها على 2 كليتها والاخرى حطيتها في بواط صغيره وخبيتها في الكونجيلاتور. هنا في الوصفه الثانيه هنا راح نعمل لكم وصفه اللي طرطولات ملحين. وصفه الكيش هذه تجيكم روعه وناجحه 100%. يجوا فيها واحد الكيش يجوا مقرمشين كروسيون يجوا روعه. هنا راح ندير 150 غرام مارغرين، ندير عليها 3 كيسان فرينه اللي هي 450 غرام. راح ندخلوا المارغرين في الفرينة مع شوية ملح مليح. هذا باش ضفت عليها لاباط. ناكي نبدا ندمج فيها بشوي بشوي. راح نضيف عليها ملعقة كبيرة من اي جبن او اي نوعية جبن تستخدميه عفوا. انا درت هنا موندور 2 مغارف كبار يمدوا فرق كبير ثاني في لاباط وهو مالح. يعني كديروه ما تكثروش ليه الملح. ندمجهم كامل مع بعضهم حتى نتحصل لاباط مبسه بهذا الشكل. راح نلمها بالبيض او بديت انا اول حاجه ببيضه واحده ونبدا نجمع. تقدري على حسب كميتك وعلى حسب فرينتك. انا هنا استخدمت في اللاباط كامل بيضتين لمتهم لي. ما استخدمت حليب. كما راكم تشوفوا في مكوناتها. حتى الفرماج تقدروا تستغنوا عليه ديروه ولا ما ديروش. يعني فرينه مارغرين وبيض. لمها بهذا الشكل تحصل على عجينة طرية متماسكة. خليها ترتاح مدة نص ساعة وباش نشكلها في ليمول تاعنا. انا هذه لاباط قسمتها على 3 اجزاء. يعني خدمت في هذه الوصفة او بهذه العجينات 3 اشكال من انواع لطرطولات الملحين. عملت المهراس كما راكم تشوفوا. نشتيه دائما في المملحات تاع المهراس نشتيهم ياسر في رمضان وحتى في العادة.
راح نكمل نعمر الليمون بتاعي كاملين ونحطهم في الفريجيدير او في الكونجيلاتور يبردوا لي مليح يشدوا رواحهم، نبيكيهم ونطيبهم ونشوفوه مع بعضنا كي طابوا. كيما راك تشوفوا درت لي براكات، المهرس تاعنا راهو طاب كبير راك تشوفوا فيه محسوب ابيض. يعني بعد كي نديرو بليكيش راح نزيد نعاودو نطيبوه باش يحمر لي هكاك التحميره الباه هذيك ترجعو جديد. درت لي براكات حمرتهم لاني راح نعاودش نديرهم مسدوان. وكما تشوفوا لي كيش الكبار هذه الكميه قطعت لي 27 حبه كيش او طرطولات مالح. بعد ما كملت لي طرطولات رحت للعجينه المورقه. العجينه المورقه راح تلقوا وصفتها راح نخليها لكم في رابط راح نحطها لكم في التيك توك. وصفتها سهله وناجحه وتخدموا بها كامل الوصفات خلاف الكرواسون. طريقه يخدموا بها كامل المحترفين وطريقه معتمده يعني عند لي باتسيري وكبار الشيف. كيما راكم تشوفوا تجيكم مرقه وخفيفه. كيما راكم تعرفوا عجينه الطوريق تهز الجهد اكثر من المكونات يعني مجهده اكثر. هنا بعد ما ورقتها كيما راكم تشاهدوا نقطعها بسكين تكون حادة على مرة واحدة. شوفوا الطوريق الفيتاج تاعها جد ما شاء الله ما شاء الله. هنا قسمتها على زوج حطيتها في اكياس بلاستيكيه بهذا الشكل. ما نقدروش نحطوها هكاك في البواط هذه تولي تنشفها لي كونجيلاتور. لازم الاكياس البلاستيكيه باش تحافظ على رطوبتها. وحطيتها في البواط فريزي بهذا الشكل. بعد ما كملتها هي دخل ديريكتومون على البيتزا. استعملت هنا عجينة 10 دقائق. راح نخلي لكم المقادير تاعها في صندوق الوصف. درت 2 كيسان تاع ماء ونص كيس تاع زيت، مغرفة ونص من خميرة الخبز ومغرفة كبيرة سكر، معها 800 غرام من الفرينة. خلطت المكونات السائلة مع بعض، ضفت لها 2 كيسان فرينة، خليتها اختمرت شوية ومن بعد بديت نلم فيها بالفرينة حتى تحصلت على عجينة طرية. وما تنسوش الملح. حتحصل على عجينة طرية ومتلصقة نوعا ما. حليتها ديريكتومون في البلون دو طرافاي كيما راكم تشوفوا. جبت قطعة دائرية كبيرة، جبت نفس البلا اللي كنت طيبت فيه البرجر بالبابي كويسون تاعو. وش حطيت فيه لاباط تاعنا بهذا الشكل. شوفوا السمك تاعها كيفاش يجي ما شاء الله. نحطهم كامل في البلا كما راكم تشاهدوا. هنا كي وصلت للمرحله ذي حليت الفرن على نار قليله وبيكيتها بالفرشيطه كما راكم تشوفوا. نحطها طيب غير من الفوق ومن تحت. راح تنشف ويتضاعف الحجم تاعها. بصح الطيب بيضه ما تخلوهاش تحمر لكم ولا تهز اي لون. راح تطبقوا تعيسوا عليها تلقوا الحجم تاعها تنفخ ونشفت هكا يكون الطياب تاعها مليح. بعد ما طابت خليتها بردت تماما وراني ستفها في البواط تاع الكونجيلي كما بهذا الشكل. كل بقى قطعت لي 29 حبه من الميني بيتزا. وكانت هذه هي فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يعجبكم. تجربوا الخبز البرجر وتنجحوا فيه. الحشو كالعاده معروف ومفهوم. وكانت هذه هي طريقتي للتفريز. اني انا ما نفرزش قبل بمده من رمضان. نحب هكا قبل 3 ايام نخدم وش نحب انا من معجنات ونكون جليهم هكا باش ما تكونش مده التفريز طويله ياسر. وان شاء الله ربي يلحقنا ليهم. صوموه بالخير والصحه ويعطينا يا ربي أقل من جهودنا ودائما يعطينا الصحة باش نصوموه ونتعبدوا في رمضان. وما عندي ما أقولكم غير رمضان كريم ورمضانكم مبارك وكل عام وانتم بخير. ادخل علينا بالصحة والخير يا ربي. ولا تنسوش دعمنا باللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من القناة. والسلام عليكم.